4 ماي 2014 هو ميلاد البطولة عدد 26 في تاريخ الترجي الرياضي. بطولة ما كانت سهلة في موسم صعيب على كل النوادي. شيخ الأندية التونسية بالأرقام يستحق التتويج عن جدارة قبل 2 جولات من نهاية البطولة. 65 نقطة في الرصيد، 19 فوز، 8 تعادلات وهزيمة وحيدة. المكشخة ماركات 47 بونتو، خط هجوم من نار هو الأفضل في هالموسم. الدفاع كيف ما قصرش، وما قبل كان 13 هدف حتى الآن، وهو الأفضل صحبة الدفاع لطوال. ثقافة الألقاب هي عنوان كل مكشخين، والتيتر 26 وراه برشا خدمة. إدارة محترفة ما خلت الكبيرة ولا صغيرة إلا وقرات لها 1000 حساب. الترجي صحيح غير عديد المدربين، ورغم ذلك الفريق ما تأثرش. شخصية كبيرة لملاعبية الترجي خلاتهم يكونوا أبطال دون منازع. ورا كل سفينة ناجحة ريس متميز. هالصفة توفرت في كرول. صحيح خذا شوية وقت في إصلاح بعض الأمور، لكنه نجح مع الترجي في حصد اللقب. وبالمناسبة كرول في 2 مواسم قضاها في تونس هز 2 بطولات. خدمة كبيرة وتركيز كبير وراه برشا رجال. كرول ما نجحش وحده، كان معاه إطار فني مساعد يعرف مليح الترجي، اسكندر القصري وعادل الأطرش، دون نسيان الإطار الطبي الموسع. هذا فيه أكثر من دلالة على أنه العمل الجماعي ما يكون وراه كان النجاح. فألف مبروك للترجي بهذا اللقب، لكن المسيرة ما زالت طويلة، ما أنه الغاية الكبيرة هي ربية الأبطال الإفريقية اللي إن شاء الله في نهايتها تكون تونسية 100%.